الخير. النهار الساعة دلوقتي 6:15. صاحية بدري، عاملة تحدي مع نفسي ان انا هنا في مكسيكو سيتي، في مدينة المكسيك، عاصمة المكسيك. بصراحة انا قاعدة في احلى مكان في السيتي، منطقة اسمها الكونديسا، من اغلى الاماكن ومن احلى الاماكن لان طبيعتها خلابة وفي خضار وشجر في كل حتة. كان البيت اللي انا قاعدة فيه هنا عامله هاوس سيتنج فور فري، لان الشقه هنا دوبلكس طوابقين. فبصراحه الاسعار هنا غاليه جدا جدا، وانتوا عارفين ان انا بسافر باسلوب اقتصادي. المهم، عملت لنفسي تحدي الا وهو ان كل يوم اروح احضر كلاس جديد، سواء يوجا، سواء سايكلينج، سواء حط الكوفي. نشوف الكوفي الاول. عملت تحدي مع نفسي ان كل يوم ميزه الشقه كمان ان هي ازاز، كله ازاز مفتوح، يعني احنا نشوف الجيران والجيران يشوفوا. شايفين هنا برضه ازاز، وإنها الشقه كوفي خلاص جاهزه. فناخد الكوفي وندردش شويه. ايه هو التحدي؟ والتلاجة بدأت تعمل صوت. ومعايا القطوطه دي في البيت، سكر دمها خفيف جدا يا جماعه، شربات اسمها بمبم، بس انا بقولها بم. Yes, she knows her name. Yes. لو انتي او انت كات بيرسون، اكتب لي في الكومنت، حط لي ايموجي الكات. هاي بمبم، قولي لاصحابي سبسكرايب. فكل يوم هحضر كلاس، لان لما عملت سيرش على جوجل ماب اكتشفت ان هنا في كلاسات كتيره جدا. عايزه اوريكم انا هحطكم فين. شايفين المنظر؟ كتب وادوات يوجا، وهنا زي what is called بنسى اسمه، هو زي نسيت اسمه، هبقى اكتب لكم اسمه في الكومنتات. يعني حاجه في تبع الجيم نسيت، ارك تراك او هجيب لكم اسمه، اكتب لكم اسمه. بحبه جدا لانه بيحرق كتير، بيحرك الابر بادي واللور بادي والكور كمان لو انتوا شديتوا عليه. اندور سايكلينج. بعد كده انا هروح البيوتي صالون هعمل شعري، لان الاسعار هنا رخيصه جدا من المنطقه اللي انا كنت قاعده فيها الفتره اللي فاتت، اسمها باها كاليفورنيا سول. الاسعار هناك نفس اسعار كاليفورنيا شويه، كبيوتي كير وحاجات من كده. فهعملها هنا لان الاسعار هنا رخيصه. وكمان بعمل تريك حلو، اللي انا ببعت اسال على الاسعار الاول على الواتساب. كل حاجه مثلا عايزه اشتريها او اعمل حاجه في شعري او اعمل ضوافري، بسالهم بكام، بس ببعت لهم باللغه الاسبانيه علشان احسهم يعني ان انا عايشه هنا. اكيد هم بيعرفوا لان بستخدم جوجل، بيفهموا ان الشخص ده مش مكسيكاني، اكيد بيتكلم لغه تانية، لان جوجل بيتكلم بطريقه مختلفه، اكيد بيترجم بطريقه مختلفه. فالساعه دلوقتي 26 دقيقه. ف عايزه اوريكم الليجنج الجديد اللي انا اشتريته. عجبني جدا، سكند هاند من المحل اللي انا كنت عملتكم عليه قبل كده فيديو بيبيع سكند هاند. ده مكان يعني هو سكند هاند بس جديد، ما اتلبست، كان بالتيكت بتاعه. بس عاجبني قوي يا جماعه. شايفين؟ مش عارفه انتوا تشوفوا، بس بمبم. شايفين؟ عاجبني، الواناته حلوه. شايفين؟ المهم، وده اللي انا بجري بيه، زهقتكم بيه، كل شويه بجري بالسويت شيرت. بصوا انا ضربه في الاسماء. المهم، بس بمبم عايزاني اسرح لها شعرها، سرح لها شعر بمبم. فهناخد المشط عشان مش هتسكت، بتقعد تزقه كده عشان اسرح لها شعرها. هي بتعشق، عايزه 24 ساعه حد يقعد يعمل لها شعرها كده، بتحب جدا. رمت التاني الريموت كنترول، بس هي قصدها المشط التاني بتاعها اللي هو ده. المهم، هي عندها اتنين، ده وده، بس هي بتحب ده قوي، فزقت ده الاول عشان هي بتحبه. فالمهم، هتعيشوا معايا تجربه ان انا كل يوم هروح كلاس جديد. فيلا نشترك بالقناه وشجعوني بليز يا جماعه، لان انا بتعب في الايديت بتاعت الفيديوهات دي. فشجعوني، وصحي بدري مخصوص عشان ابدا اصور، عشان عارفه التصوير بياخد. شايفين الغلاسه؟ فيلا بينا اقعد كده شويه امزج واشرب القهوه بتاعتي وكل حاجه خفيفه عشان اروح الكلاس. هو الكلاس من هنا
لهناك 5 دقايق مشي، بس هروح مثلا قبلها بربع ساعة، لان هما بيطلبوا ان احنا نحجز اونلاين. بس انا من الاشخاص اللي ما بحبش احجز اونلاين، بحب اروح الكلاس وادفع واحدة. فلما جيت شيكت على الاونلاين دلوقتي في اماكن، لان الكلاس كل ساعة، فقلت خلاص هصحى بدري واشوف في availability. فلقيت في اماكن كتيرة جدا فاضية، ويا رب اعرف اصور وانا جوه واوريكم بقى كمية العرق اللي هتطلع مننا. خاصة هنا انا هنا في مكسيكو سيتي بس لمدة اسبوع، وبعد كده رايحة مكان جديد، وبعد كده هنرجع تاني بقى كاليفورنيا عشان عندنا ارتباطات هاوس سيتنج زي يعني اكتر هناك. المهم فهنا اسبوع، فبحاول اعمل احسن. بام 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 ازعاج. بحاول ان انا اعمل يعني استفيد بالوقت هنا على قد ما اقدر. انا من الاشخاص اللي ما بحبش زياره المطاعم، ما بحبش اللي هو اروح كل يوم ازور اماكن جديده. خلينا نحط ميوزك، اتفرجي على التلفزيون. فكل يوم احضر كلاس، يلا. طبعا ده النت بتاعت صاحبة البيت، فانا بخش على الجست. انا بحب اسمع ده، والبنت دي جميله جدا يا جماعه. بتفرج على، انا بعشق اليوتيوب، انا اليوتيوب بالنسبه لي هو نتفليكس، فاتفرجوا عليها. احنا نحط ميوزك كده هاديه على الصبح. بس ده كل الموضوع. فبدل ما احجز كلاس اونلاين هروح على الكلاس ادفع الفلوس، وعندي تحدي هقول لكم عليه هناك. نبطل رغي بقى، نشرب القهوه. مزعجه انتي. انتي ليه مزعجه؟ انا سمعتش فيكي. خلاص. بفكر بقى اخد معايا وانا ماشيه، بس انا هرجع ارسم تاني النوت بتاعت الرسم والوان الميه. شايل شويه حاجات امبارح من مينيسو، عايزه اوريها لكم. شريط البرفيوم الصغير ده لان احنا عندنا طياره بعد 5 ايام، فطبعا بشيل الحاجات الصغيره. وشريط زي هو ليب جلوس، انا كنت فاكراه ليب بالم بس هو ليب جلوس شايني حلو، بس ما حبيتش الشمري اللي فيه، بس هو حلو يعني نديله كده 7-8/10. البرفيوم ده حلو قوي. وشريت شويه حاجات كده هعمل لكم عليها برضو ريفيو. يعني تعالي.
فراولة مش هيكون فيه. دي شوكولاتة اللي صاحبة البيت جابتها لنا. البيت اللي احنا كنا قاعدين فيه هي من أستريا، جابت لنا 4 شوكولاتات، احنا خلصنا واحدة وجابت لنا طعمها يا جماعة يا خرابي. احنا ما كلتش شوكولاتة قبل كده، حسيت هاخد واحدة دارك ونعمل هنا ميكس عشان كنت واخداها في المطبخ فدول أصلا دارك. دي كده خلاص خلصت. لا أنا كنت هنا عاملة ميكس هنا، حط فيه فواكه. فريش لسه وبرضه كده ميكس برايت فروتس ماشي بيه في كل حته عشان ايه لما اشتري الاقيه. بس حتى بقى شويه ناتس مزوده ناتس، وهاخد برضه زي بلحه عشان تديني سكر كده لما بعد التمرين انا احتاجت سكر. وفيها زي مشمش وشويه ناتس والقرصة المفضلة بالنسبة لي. فيها 4 فواكه، تفاح وكمثرى ومشمش وبرقوق، اللي هو اخو البرقوق بس الاصفر مكتوب ايه انواع. فين منزانة تفاح، دي اسماء كمثرى برقوق مش معرفش دول ايه بس هشتريهم قبل ده. القراصية بنسميها في مصر، شايفين دي ده التفاح، دي الكمثرى، وده البرقوق، وده المشمش. هدي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 فاضل واحدة. ده المشمش، فده البرقوق اصفر وبرقوق احمر، وده المشمش بس. بيرفكت بالظبط دي المقاس. دي ساعة أعمل القهوة بسرعة وأمشي، أنا متأخرة. اندور سايكلينج لا كتير جدا، فاخدت فوطة ومية كتير معايا. دي شنطتي. ادعولي ان ارسم النهارده حاجة حلوة طلع مواهبي. ايام ما كنت في الثانوية العامة كنت برسم كتير قبل الثانوية العامة، بعد كده انشغلت بالمذاكرة وما عدتش برسم. حاسة ان دي حاجة المفروض انميها فيا، لان طبعا فقدت حاجات كتير جدا يعني من ان انا اقدر ارسم. لسه كان في هليكوبتر معدي فوق راسي دلوقتي. ما انا عندي اللغلوغ عايزين نعمل له مساج يروح، عشان بعمل كده فبحس ان انا عندي لغلوغ. I don't care but كل حاجة نحاول نعملها يعني لو نقدر. نشوف جوجل المفروض احود ليفت اسكير ده ولا على تريتشا. جوجل عارف ان انا المفروض احود على اسكير ده، انا احود على شمال. كيوت. No quería ni para empezar, no. También es muy chiquita. ¿Y te puedo reservar para el viernes?
بجد I'm crazy. التشالنج يا جماعة إن الكلاس بالإسبانيش وأنا يعني لسه beginner. انا عرقت كميه عرق ما عرقتهاش في حياتي. انا عارفه ان الكلاسات دي بتبقى صعبه جدا لانها كارديو عادي. عرقت جامد جدا جدا. شربت ميه كتير. شعري بيجيلي من العرق. بس يلا عندنا بيوتي صالون دلوقتي نروح نظبط دنيتنا هنا. دي الساين بتاعتك ان انتي تصحي كل يوم الصبح لو بتكسلي تروحي الجيم تروحي تحضري كلاس طاقة حاسة بسعادة. تعبت يعني احنا بندفع فلوس عشان نستمتع بالألم الحلو. فاحضروا كلاسات كل يوم. احضروا كلاس لو انتوا مش عارفين تلتزموا. شفتوا حد بيجري، حد بيعمل سايكلينج، حد بيعمل سكيت. بيزي فايب. هقفل بقى دلوقتي عشان اشوف على جوجل ماب فين البيوتي صالون. اعتقد ان هو نص ساعه مشي. نحط بقى من البرفيوم. حلو قوي كيوت. شايفين اللقالق اللي جواه؟ لا احط الهيدفون نسمع بودكاست ونتمشى نص ساعه للبيوتي صالون. سكند هاند جديده. يلا نسمع بودكاست. اسمعوا البودكاست بتاعي اسرار السفر الاقتصادي. هيعلمكم ازاي تسافروا وتلفوا العالم بميزانيه اقتصاديه زي ما انا بعمل. بودكاست على قناتي التانية. هعمل لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. Los dorados o plateados, no sé qué. Y ابنها يا جماعه بيتكلم انجليزي وبيساعدني شويه في الترجمه. بس انا يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا بتكلم اسباني على قد ما اقدر. ودي تاني مره اجي نفس المكان هنا. فبقول له ان انت فاكرني ومش فاكرني. الام هي اللي فاكراني عشان هي اللي بتشتغل. بس حبيت المكان هنا لان اسعارهم رخيصه. انا واخده يعني تقريبا اقل من نص الثمن هنا. نفس الحاجه بعملها بره هنا نص الثمن. فمبسوطه ان بس ما صورتش ده وانا بكلمهم اسباني. يعني بحاول على قد ما اقدر. كنت قاعده باكل فقالت لي البسي النضاره عشان يحمي عينيكي. بقول لها حبيت شكل النضاره عليا يا جماعه. هاخدها معايا وانا ماشيه. بهزر. Otra vez, por favor. Sí. Sí. Ya, sí. Muy bueno, gracias.
عملت شعري يا جماعه. المدير عجبه الجزمه. انا عندي مشكله ان الجزمه هنا مش بتليق مع كل لبس، بس الجزمه دي مريحه جدا. شويه واخدها معايا في النوم وانا نايمه احطها لانها مريحه راحه، وانا كمان عندي فلات فيت. فالمدير بتاع المحل جه قال لي انا حابب الجزمه بتاعتك قوي، فقلت له على فكره الجزمه دي من من قسم الرجال، وجبتها عشان كانت عليها خصم 50%، فليه لا؟ وكمان عشان رجلي كبيره والمكسيكان رجلهم صغيره فما لقيتش مقاسي، فجبت الجزمه دي A6. البراند بتاعها جميل جدا، هي غاليه شويه بس جبتها على سيل 50% من قسم الرجال، علشان يعني انا اللي خلاني اصلا اروح قسم الرجال ان مش لاقي مقاسي في الحريمي، فلقيتها مريحه وحلوه، وبراند طبعا معروف جامد جدا في الحاجات السبور. المهم عملت شعري وخلصت، وقلت لكم ان انا المفروض ان انا هقعد ارسم شويه، وكان في كافيه هنا هقعد وارسم، بس دلوقتي لازم اروح البيت، فهنهي الفلوج لغايه دلوقتي. فاتمنى اتمنى اتمنى ان الفيديو كان عجبكم واديتكم شويه فايبس حلوه، وما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات وتكتبوا لي كومنتات دايما حلوه وتشيروا لاصحابكم، لان ده بيتعبني وبيخليني اكمل اعمل لكم فيديوهات تانية زي دي. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.